وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وكلها في متناول الجميع وفي متناول بيتك. سهلة ومش مش هتحتاري في مكوناتها. واللي انت بتشتريه بالغالي من الأفران أنا هخليكي تعمليه في بيتك بمكونات سهلة وبسيطة جدا. بصي، هخليكي تعملي القرص الطرية بالشمر واليانسون، سهلة جدا وناعمة وجميلة قوي وهشة وطرية، وكل اللي في البيت هيحبوها قوي، حتى ولادك هيموتوا فيها. انا كمان جايبه معايا 5 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم نص كوبايه من السكر. سهله وبسيطه اهي، ما فيهاش اي حاجه. وكمان هحط لها معلقه من الخميره، وكمان معايا نص معلقه من البيكنج باودر، وكمان هحط لها ذره من الملح. دي كده مكونات اللي هي القرص الطريه اللي بدون شمر وينسون. لو عايزاها بقى بشمر وينسون هتحط لها معلقه ونص من الشمر واليانسون اللي متحمصين على النار. تحمصيهم كده في طاسه على النار بدون زيت وبدون سمنه، من غير اي حاجه، بدون اي اضافات. وهتحمصيها دقيقتين تشم النار، وبعد كده تنزلي بيها على الدقيق. هنقلب المكونات الجافه كلها كده مع بعض. انزل بقى بنص كوبايه من السمنه وربع كوبايه من الزيت، وبعد كده هقلب المكونات الجافة بتاعتي كلها، وادخل فيهم السمنة والزيت، اخليهم كده عاملين زي الرملي، زي ما انت ما شايفة كده. هدخل فيهم السمنة والزيت كويس قوي، ولازم ابسهم حلو قوي. في انا بقى عندي المرة دي هحط الشرش بتاع الجبنة، الشرش بتاع اللبن. انا عاملة جبنة، فانا احتجت الشرش بتاعي اعمل بيه القرص. مخلي طعم القرص خطيرة جميلة جدا. انا هسيب لك اللينك بتاع الجبن عندي في الجبنه القريش والجبنه الكريمي، هسيبهم لك في صندوق الوصف. وكمان انا عامله القرص الطريه، هسيبها كمان في صندوق الوصف. بصي كده، هنبتدي نعجن العجينه ما تقلش عن 7 دقايق. لازم تقعدي تخدمي في العجينه بالمنظر ده. لو عندك عجان هتبقى سهله وبسيطه جدا بالنسبه لك. هنزل بيهم بايه، هخليهم كده في العجان بتاعي لحد ما يخمر ويتضاعف حجمه. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالعجينه بتاعتي، وهبتدي اني انا اقرصها واقطعها زي ما انا ما عايزه. لو عايزاها قرص صغننه، لو عايزاها قرص كبيره، دي بتاعتك انتي بقى. هتبتدي ان انت تقطعيها كور كده صغيره. في قطعه بقى انا يعني مقطوعه من عندي من الفيديو، انا بعد ما قطعتها كده هبتدي اني انا اجيب اول قطعه انا قطعتها وفردتها كده، هفردها بالمنظر ده واحطها فين في الصاج. القطعه بقى اللي مقطوعه من عندي اللي هي ايه، وقت التسويه، انا حطيتها في الفرن على درجه حراره 180، على درجه حراره 180 لمده بالظبط ربع ساعه، على نار عاليه فوق وتحت. وهتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. جميله جدا وهشه وطريه ومعايا عمل معايا كميه كبيره من 5 كوبايات من الدقيق. عملت معايا كميه كبيره جدا. بصوا المنظر حلو قوي. عملت معايا 20 قرصه، 20 قرصه في من 5 كوبايات من الدقيق، وبألف هنا وشفا.